وحشتوني بجد، بقالي اسبوعين ما صورتش فيديو، وبجد يعني انا مفتقداكم جدا 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 والله. يعني كده من اولها يعني مش هعتبر ان ده مؤشر، مش هعتبر خالص كده. بدخل لكم وانا مش مظبطه حاجتي، يعني هذا يعني ايه، بتاسف لكم، يعني هذا ايه تقصير مني بصراحه. ففيديو النهارده انا مش مرتبه له خالص، وانا هدردش معاكم كده من القلب للقلب. مش محضره اي حاجه. اكلمكم بصراحه عن النهارده عن حبي لليوتيوب. انا بحس ان اليوتيوب ده مكان للناس الرايقه، الناس اللي بتحب الفيديوهات الطويله، اللي بتحب تتعلم بجد، مش اللي هو عايزه حاجه سريعه وخلاص، لا، ناس رايقه كده وعلى مهلها وتحب تشوف الفيديو للاخر. انا عارفه ان دلوقتي الحياه بقت سريعه جدا، وكل الناس او كل الشباب اللي زينا عايزين حاجه بسرعه بقى، وشورتس فيديو وريلز، كل الحاجات دي. بس بحس ان اليوتيوب كده ده مكان، يعني كده مكان كده، عالم، مش هقول عالم موازي يعني، بس مكان كده ايه، خاص كده لناس معينه. فبحب قوي اليوتيوب من زمان، يعني من وانا في الاعدادي تقريبا وانا بحب اليوتيوب قوي. فانا من وانا في الاعدادي وانا بحب اليوتيوب جدا، يعني يجي من 10 سنين كده. فكنت بقعد افكر اقول طب انا عايزه افتح قناه على اليوتيوب من كتر حبي ليه. بس انا مش عارفه انزل فيها ايه، ولا اصلا اتكلم عن ايه، ولا اعمل ايه. يعني هو انا عايزه اعمل وخلاص، افتح قناه من كتر حبي لليوتيوب، لانه طبعا كان اكتر وقت بقضي فيه وقتي. وكان ساعتها اصلا اليوتيوب مش مشهور، يعني ما كانش بقى كل الناس بتقعد عليه، كان بتقعد على الفيسبوك، مع الانستجرام تقريبا، بس مش اليوتيوب ده كان للناس كده معينه. ما بقول لكم كده، الناس الرايقه فعلا. وكل ما ده بقى، كل ما الوقت بيعدي كنت بلاقي ناس تفتح قنوات، ناس جديده بتقعد تفتح. فبدات اتشجع اكتر، بدات الاول افكر يعني بقعد ابص لهم واقول طب امتى بقى احنا نفتح القناه بتاعتنا، امتى يعني، اللي هو طب يلا نفتحها، طب هنتكلم في ايه، هنعمل ايه، كل الكلام ده. بس خلاص احنا قررنا فعلا نفتحها اهوت بعد تخرجي. بعد ما اتخرجت، يعني معرفش انا، هو انا مش شايفاه متاخر ولا حاجه، متاخر انا عشان كنت بحب اليوتيوب من زمان، وكان نفسي افتح من زمان. في ناس كانت بتتفرج عادي، بس مش نفسها تفتح قناه او تكون يوتيوبر، لكن انا كان الحلم ده من زمان، فهو اتحقق دلوقتي. فكان في كده مقوله بتقول ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. فانا الحمد لله يعني مؤمنه بيها بقى، الحمد لله وصلنا نقعد بنفتح. بحس يا جماعه ان توقيت ربنا جباره حرفيا. يعني لما بقالي فتره كده في حاجات انا ببقى نفسي احققها، ومع الوقت بلاقيها اتحققت فعلا، بس في وقت معين، وبكتشف ان فعلا تحقيقها في الوقت ده كان خير ليا كبير جدا. يعني بقعد اقول فعلا لو كانت اتحققت في الوقت اللي انا عايزاه، ما كانتش هتبقى حلوه تماما، ما كانتش هتبقى بجد مناسبه. ويعني بقالي كتير في حاجات قوي كنت عايزه احققها من زمان وبدات تتحقق دلوقتي. يعني تقدروا تقولوا ان انا حاليا بحقق احلامي. ف فما باجي بكتشف واقول طب ما فعلا لو كانت اتحققت في الوقت ده، ما كنتش انا بالنضج ده، ما كنتش مستعده، ما كنتش يعني ما كنتش في الحاله دي، ما كنتش في الحاله النفسيه، في حاله التفكير، في حاله المشاعر، ايا كان. بس يعني كده حسيت ان توقيت ربنا مهمه، وحسيت ان دي مسج عايزه اقولها لكم يعني برضو. فكان خير فعلا ان انا فتحت قناه اليوتيوب ديت، مش من ايام الاعدادي، لا دلوقتي بعد تخرجي، لان انا فعلا ما كنتش هفضلها. لو انا كنت فتحت قناه اليوتيوب، يعني كنت هنزل ايه اصلا ساعتها، وما كانش عندي الفكره ولا الوعي، ولا ان انا مثلا ابقى كونتنت كرييتور فعلا، او ان انا امشي بماب او جدول او كده، ان انا انزل محتوى بشكل اسبوعي او يعني بشكل مستمر. كنت افتحها وخلاص، فكنت ممكن ازهق وما كنتش اصلا اكمل. وكنت بقى ايه يعني، فخير فعلا ان انا بعد التخرج فتحتها، لان انا فضيت ان انا اعمل ده. وفعلا اللي انا بقدمه دلوقتي ما كنتش هقدمه زمان خالص. يعني انا مش عارفه كنت هقدم في ايه فعلا، بس ستيل ان اللي انا عايزه اقوله لكم ان صدقوا في توقيت ربنا. عارفه ان هي صعبه علينا، احنا بنبقى من جوانا اطفال جدا، وعايزين اللي هو بندبدب، عايزين الحاجه دي تحصل وتتحقق دلوقتي. وانا عارفه انا زيكم، يعني كلنا زي بعض وبنبقى عايزين كده. بس ما بتيجوا بقى بعدين تيجوا تشوفوا
ان الحاجه دي اتحققت في الوقت ده هتقولوا فعلا خير. يعني لما تيجوا تتاملوا في تحقيق الحاجه ديت في وقتها هتقولوا الحمد لله فعلا هي اتحققت دلوقتي. وجربوا وشوفوا ده على حياتكم، هتلاقوا فعلا ان كتير من الحاجه اللي اتحققت هتلاقوا انها خير، ان هي اتحققت في الوقت اللي ربنا اذن فيه. فيعني دي كانت مسج سريعه كده. مش عارفه انا ليه قلبت الموضوع فلسفي. انا كنت ناويه ان انا اخليه فيديو خفيف كده، اللي هو عوده يعني بعد الاسبوعين اللي فاتوا اللي انا ما عرفتش اعمل فيهم فيديوز. بالنسبه لي كانوا كتير قوي، يعني حسيت ان هم شهر وشويه بصراحه. بس لما باجي بص بلاقي ان هم 2 ويكس بس، فبرتاح شويه. وجاهزه لكم على فكره سلسله فيديوهات كتير، يعني ان شاء الله نعملها كده لسه يعني على مدار شهر رمضان، يمكن تكمل بعده الله اعلم. بس هي مش فيديوهات عن رمضان، يعني فيديوهات عامه يعني. محتاجه بس التصوير والمونتاج وتنزل على طول. بجد استحملوني بقى على موضوع الفلسفه وعلم النفس اللي انا بقلب عليه كل شويه ده. بس بجد انا بحب، انا واحده بحب ارغي جدا، وبحب يعني بحب مثلا ان انا لما في حد انا بحب اتكلم معاه ايا كان بقى، جروب، حد يعني ايه فاتح لي المجال ان انا اتكلم، برغي بقى واتكلم. وبحس ان انا في الوقت ده بعبر عن نفسي اكتر، بكون طبيعيه كده. فبحب ده قوي، بحب الاحساس ده، ان انت تكون في مكان امن تقدر تعبر فيه عن نفسك. فاليوتيوب هو مكاني فعلا. يوتيوب هو يعني هو السبيس بتاعتي اللي انا بقدر اتكلم فيها براحتي. والفيديو ده عفوي جدا 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 وتلقائي. انا مش عارفه انا هعمل فيه مونتاج ايه اصلا، يعني انا هو عاجبني كده ومبسوطه ان انا عملت كده. ما قعدتش بقى اتكلم بشكل منمق، بشكل سكريبت مكتوب مثلا او مش عارفه ايه. انا في كل فيديو بكتب نقاط مهمه كده عشان بس ما انساش، لان انا افكاري بتبقى كتير قوي محتاجه تنظيم. فعشان ما ادخلش في 100 موضوع، لان انا بقول لكم انا لو فتحت رغي انا هرغي، هقعد ساعتين يعني في الفيديو هتلاقوني بتكلم في ساعتين، موضوع من الشرق على موضوع من الغرب على موضوع ما اعرفش فين، وارجع تاني الموضوع الاساسي. فانا لازم اكتب النقاط الاساسيه اللي انا هتكلم فيها عشان ما اطولش عليكم وانتم ما تزهقوش مني. فاستحملوني بليز في كل الحوارات دي. بس انا بجد عامه انا بحب اليوتيوب قوي قوي قوي، وبحبكم انتوا جدا يعني. لسه ما عملتش جمهور قوي يعني، بس ما اعرفش بقى اللي بيحبني انا بحبه اكيد يعني. بس كده الفيديو كان خفيف لطيف عفوي، ما فيهوش اي حاجه مفيده. عادي حبيتوه ما حبيتوهوش كده كده هينزل. بس يعني اعتبروني انا ايه بعمل ريفريش كده للقناه تاني. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب لو انتوا حبيتوا القناه، حبيتوا الفيديو، اكتبوا لي كومنتس كتير حلوه. بس كده باي باي.